شهد الله فاضل طابت اوقاتكم من نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. دعوة للاستفاده الجيده من سدود حلحل. مدارس الاقليم الاوسط تكرم الطلاب المتفوقين. جهود للسيطره على الامراض المعديه في مديريه فرع. لافروف يدعو غوتيريش إلى عدم جر الأمم المتحدة إلى مبادرات مسيسة. وتايوان تخشى خروج الوضع عن السيطرة بسبب تدريبات الصين. رئيس الوزراء في هايتي يدعو للتسريع في إنشاء قوة شرطة دولية. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. دعا مكتب وزارة الزراعة في مديرية حلحل المزارعين للاستفادة الجيدة من السدود في التنمية، وأفاد عضو المكتب المهندس إرمياس اسكودوم وجود 10 سدود متفاوتة الأحجام في المديرية، ويخدم السد الموجود في بلدة حلحل في زراعة الأسماك والتنمية الزراعية وتوفير مياه الشرب والسقي. وأضاف المهندس إرمياس أن 6 سدود في منطقتي كرتست وفنشبكو امتلأت إلى النصف، داعيا لمنح الاهتمام الأكبر حتى تقدم تلك السدود خدمات جيدة. من جانبهم طلب المزارعون من وزارة الزراعة دعمهم بالمحركات والبذور المختارة، حيث أن الخزانات المحلية تخزن كميات كافية من المياه حسب عرضها وعمقها. هذا ويوجد 80 هكتارا من الأراضي المزروعة بالفواكه والخضروات و130 هكتارا من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الحقلية في مديرية حلحل، وذلك وفقا لمكتب الزراعة بالمديرية. كرمت مدرسة بركة وأسمر العام الثانويتين بالعاصمة أسمرة اليوم 159 طالبا من منتسبي الدفعة الخامسة والثلاثين الخدمة الوطنية، من بينهم 81 طالبا، والذين حصلوا على درجات عالية في امتحانات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022 و2023. حيث كرمت مدرسة بركة الثانوية 79 طالبا، منهم 33 طالبة حصلوا على العلامات الكاملة من 3.6 إلى 4. وهنأ مدير المدرسة الأستاذ سمير قبر الأولى الفائزين بالجائزة وأولياء أمورهم، قائلا أن ذلك يخلق قيرة شريفة ومقدسة بين الطلاب. وحث رئيس مراقبة المدارس الثانوية بوزارة التعليم السيد يوحنا سلمون الطلاب لتكثيف جهودهم من أجل تحقيق نتائج أفضل، لأن النتائج الممتازة التي حققها الطلاب ستمكنهم من الانتقال إلى الهدف الأعلى. وقال الفائزون بالجائزة أن دور المدرسة والمعلمين في نجاحهم يجب أن يوضع في الاعتبار. وبالمثل كرمت مدرسة أسمر الثانوية العامة 80 طالبا متفوقا، من بينهم 48 طالبا حصلوا ما بين 3 إلى 4 نقاط. وذكر مدير المدرسة الأستاذ قيتو أم نقاش الآباء لمواصلة تشجيع أبنائهم وبناتهم. وقال ممثل الفائزين بالجائزة أن النجاح الذي حققوه هو نتيجة لجهود المعلمين وأولياء الأمور. نظم مكتب الصحة في مديرية فرو دورة تدريبية صحية لوكلاء الصحة في قرى 15 ضاحية للسيطرة على الأمراض المعدية، خاصة الملاريا والسل. ركز التدريب في أسباب وتأثير الأمراض وأساليب مكافحتها وعلاجها. وأوضح مسؤول المؤسسات الصحية الممرض محاري قال آب المساهمة الكبيرة لوكالة الصحة في القرى للسيطرة على الأمراض ومكافحتها، خاصة الملاريا والسل. وأشار إلى ازدياد الإصابة بالملاريا هذه السنة، ولأن موسم الأمطار الشتوية قد اقترب يتطلب القيام بالنظافة البيئية واستخدام الناموسيات لخفض الملاريا إلى أدنى مستوى. هذا ويوجد في مديرية فرو مركزين صحيين و3 عيادات و4 نقاط صحية. تلقى أعضاء إدارة مديرية نقفة وإدارات الضواحي دورة تدريبية في الإدارة لتقديم خدمات جيدة وسريعة للمواطنين. نظم التدريب بالتنسيق بين إدارة إقليم شمال البحر الأحمر ومديرية نقفة في مجالات التوثيق وتقوية الكفاءة الإدارية وحفظ الممتلكات والحسابات المالية. وقال مدير المديرية سيد يعقوب إدريس أن الدورات التدريبية تنظم باستمرار لرفع القدرات وإرساء العمل المؤسسي، داعيا المتدربين لتعزيز المساهمة في تحسين الخدمات. وأوضح المشاركون في التدريب بأن التدريب إلى جانب مساهمته في تجويد أدائهم وتقديم خدمات ناجزة خلق الأرضية لتبادل التجارب. استشهد رائد أسرات أرجاي قبر زابهير عضو وزارة الدفاع في 22 من سبتمبر عن عمر ناهز 67 عاما إثر علة أصابته،
انضم الرائد أسرات أراغاي غابريغزابير إلى قوات التحرير الشعبي عام 1975 وخدم في وحدات مختلفة أثناء النضال التحرري حتى رتبة مدير ورشة، وبعد الاستقلال تم تعيينه في وزارة المواصلات والاتصالات. الشهيد الرائد أسرات أراغاي غابريغزابير متزوج وأب ل6 أطفال، وتم تشييع جثمانه اليوم في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة. هذا وقد أعرب مساعد رئيس الأركان العامة بوزارة الدفاع عن خالص تحازيه لأسرة ورفاق وزملاء الرائد أسرات أراغاي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى منع جر ممثلي هياكل الأمم المتحدة إلى مبادرات مسيسة بشأن أوكرانيا، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية عقب المحادثات بين الطرفين على هامش الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما وجه لافروف انتباه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عدم قبول تطبيق معايير مزدوجة في الوثائق الأمريكية المتعلقة بمختلف المناطق. وجاء في البيان أن لافروف أشار أيضا إلى عدم قبول تطبيق معايير مزدوجة فيما يتعلق بمختلف المناطق في إحصاءات الأمم المتحدة وغيرها من الوثائق. وصف وزير الدفاع التايواني تشيو كو تشينغ التحركات الصينية العسكرية الأخيرة بأنها غير طبيعية، بعدما رصدت تايبي عشرات الطائرات المقاتلة حول الجزيرة هذا الأسبوع. وقال تشيو أن تزايد وتيرة الأنشطة العسكرية الصينية حول تايوان في الآونة الأخيرة يزيد احتمال خروج الأحداث عن نطاق السيطرة ووقوع اشتباك عرضي. وقالت تايوان أن الصين أجرت خلال الأسبوعين الماضيين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة شاركت فيها عشرات المقاتلات والطائرات المسيرة وغيرها من الطائرات وقاذفات القنابل، بالإضافة إلى السفن الحربية وحاملة الطائرات الصينية شاندونغ. وكانت وزارة الدفاع التايوانية أعلنت هذا الأسبوع رصد تحليق أكثر من 150 طائرة وعدد من السفن الحربية حول الجزيرة، متهمة بكين بالقيام بأعمال استفزازية تؤدي إلى زيادة التوترات وتدهور الأمن الإقليمي. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن دولا عدة تعتزم المساهمة في قوات شرطة دولية، وهي القوى التي تطالب بها هايتي منذ عام، لكن إنشاءها يحتمل أن يستغرق بضعة أشهر أخرى، هذا فضلا عن الوقت الذي قد يستغرقه انتشارها الفعلي على الأرض. ومن جهته رد رئيس وزراء هايتي أريل هنري من على منبر الأمم المتحدة الجمع قائلا أن الحياة اليومية للشعب الهايتي مؤلمة، مناديا بالتصرف على نحو عاجل عبر السماح بنشر مهمة دعم أمنية وشرطية وعسكرية متعددة الجنسيات. وفي وقت يتوقع إجراء تصويت في هذا الاتجاه الأسبوع المقبل، يذكر أن العصابات تسيطر على معظم أجزاء عاصمة هذه الدولة الكاريبية الفقيرة وتنشر فيها الرعب، حيث قتلت أكثر من 2400 شخص منذ بداية العام وفق بيانات الأمم المتحدة. في الخبر الأخير، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية والصين تشكيل مجموعتي عمل جديدتين معنيتين بالسياسة الاقتصادية والمالية في تطور يندرج في إطار جهود تبذل لإرساء استقرار في العلاقات المشحونة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. وتم الاتفاق على تشكيل المجموعتين في محادثات أجريت في يوليو بين وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت بيلين ونائب رئيس الوزراء الصيني هاي لافينغ في بكين. وأفاد التلفزيون الرسمي الصيني CCTV بإنشاء مجموعة عمل اقتصادية ومجموعة عمل مالية، وكشف أن المجموعتين ستجريان اجتماعات منتظمة وطارئة لتعزيز التواصل وتبادل الآراء في القضايا ذات الصلة. وأشارت وزارة الخزانة إلى أن مجموعتي العمل ستلتقيان على مستوى نواب الوزراء بوتيرة منتظمة وسترفعان تقارير إلى الوزيرة ييلين ونائب رئيس الوزراء هي. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. دعوة للاستفادة الجيدة من سدود حلحل. مدارس الإقليم الأوسط تكرم الطلاب المتفوقين. جهود للسيطرة على الأمراض المعدية في مديرية فرق. سيرجي لافروف يدعو غوتيريش إلى عدم جر الأمم المتحدة إلى مبادرات مسيسة.
وتايوان تخشى خروج الوضع عن السيطرة بسبب تدريبات الصين. رئيس الوزراء الهيئي يدعو للتسريع في إنشاء قوات الشرطة العليا. مشاهدينا الفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.